سائل يسأل يقول: ما رأيكم في من يقولون خذوا من أهل البدع الحق واتركوا الباطل؟ اتركوا أهل البدع وباطلهم، لا تصغوا إليهم، فإن من سلف الأمة وفقهاء الأمة وأئمة الأمة من لما حضره مبتدع ليقرأ القرآن عليه وضع أصبعيه في أذنيه قال: ولا حظ. قيل: يرحمك الله، يريد أن يقرأ عليك القرآن. قال: أخشى أن يقذف شبهة فتنفذ إلى قلبي ثم تستقر. من شأن أئمة السنة هجر البدع وعدم الظهور معهم وعدم مجادلتهم أمام الناس أمام الملأ. ما يجادلونهم إلا في حالين: الحال الأولى أمام السلطان وسيفه مسلط، والثانية مع أعيان من أهل العلم حتى يثبت المجادل لهم وحتى يعينوه على رد الشبهة. أما أن الإنسان يفتح أذنيه وقلبه هذا خطأ، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول. احذروا من التلقي عن أهل البدع، لا بواسطة الانترنت ولا بواسطة الأشرطة والتسجيل ولا بالمواجهة والمشافهة. هذا فتح باب للفتنة بالدين.